اخر معلقه بيفضل نفس اللون الابيض الجميل التحفه ده، والطعم مش عايزه اقول لكم. السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا. احنا اتفقنا ان لو في حاجه اكله بعملها وطلعت كويسه هطلع اقول لكم عليها. انا مش شيف، انا زيكم بالظبط، لكن كل واحده فينا بتروح عامله اكله كده او وصفه معينه تلاقيها فعلا طلعت خطيره وجميله. من ضمن الحاجات دي التوميه انا جربتها بالطريقه اللي هقول لكم عليها دي يا جماعه، والله نفس بتاعه المحلات بالظبط. والمفاجاه بقى انك مش هتتكلفي حاجه خالص. انا جبت وصفات كتير وطرق كتير اننا كلنا بنحبها في البيت، عملتها بكذا طريقه وبطرق مكلفه جدا. بطريقه المايونيز، كنت بشتري مايونيز والمايونيز غالي قوي، او اعمله برضو بيكلفني كتير عشان اعمله، في الاخر كانتش تطلع حلوه زي الطريقه دي. وعملتها بالبطاطس المسلوقه برضو، واسلق واعمل ما تطلعش حلوه ابدا ابدا ابدا، لحد ما وقعت في الطريقه دي ولقيتها طريقه انا متاكده ان انتوا هتنبهروا من طعمها. نسخة من بتاعة المحلات، تكلفة مفيش تكلفة خالص. المقدار اللي هقول لكم عليه ده هيعمل لك علبة طحينة، علبة تومية هتشوفيها معايا دلوقتي حجمها قد ايه. طبعا احنا بنروح في المحل بتبقى قد كده وما فيهاش لقمتين كده اهوت او معلقة قليله، لكن شوفوا بقى الطريقه دي معايا وجربوا وادعوا لي ولايك كده، لايك بقى وانت بتسمعيني عشان كل الناس تعرف الطريقه دي. ايه المكونات بتاعتنا؟ احنا عندنا ليمون، وعندنا زبادي، وعندنا ربع ليمونه كامله، والزبادي هناخد 3 معالق زبادي، وعندنا ربع كوبايه زيت بس، وكوبايه ميه، وهناخد 3 معالق خل بس، وهناخد معلقتين من النشا. ادي مكوناتي، وسنه ملح طبعا او ذره ملح زي ما بنقول. خلاص يا جماعه، تاني ليمونه كامله، 3 معالق زبادي، يعني مش هتاخدي حتى علبه الزبادي كلها، انت عايزه تضاعفي الكميه بقى ضعفي، بس اول مره اعملي مقدار واحد عشان تعرفي. ربع كوبايه زيت، ربع فص توم واحد بس، لان الوصفه دي لما عملتها كانت فيها 5 فصوص توم. تخيلوا، حطيت اول مره 5 فصوص توم، كان طعم التوم بشع فيها، كان زياده عن اللازم قوي، فمن بعديها بقيت كل ما اعمل هو فص توم واحد بس، و3 معالق الخل، وكوبايه الميه، ومعلقتين النشا. يلا بينا. طبعا هناخد معلقتين النشا على كوبايه الميه الجميله دي، وهندوبهم ونعملهم على ايه؟ على النار مع بعض. وطبعا لازم تستخدمي سلك مع نشا، استخدمت نشا يبقى لازم تستخدمي السلك. يلا بينا نعمل الايه؟ النشا على النار، بعد كده نكمل الوصفه بتاعتنا. هذا النشا انا حطيته في كوبايه الميه ودوبته طبعا قبل ما احطه على النار. لازم مهم قوي ان النشا تدوبيه، يعني انا حطيت كوبايه الميه هنا ومعلقتين النشا ودوبته قبل ما ارفعه على النار، وهنا هنرفعه على النار. وطبعا النشا لازم تقليب مستمر، ايدك ما توقفش عن التقليب خالص، وعلى نار عاليه عادي. اهو لسه ميه خالص طبعا ما جمدش، هنبدأ نعمل لحد ما يجمد معانا. ايديكي ما تقفش مع النشا بالذات يا جماعه. اهو بدأ يدخن، انا حاسه بيه اهو شايفين الفرق؟ اهو بدأ يدخن اساسا ازاي. على ارفعه من على النار شويه عشان ماسكه الموبايل بايدي طبعا عشان اتحكم. اهو بس كده خلاص، انا مش عايزه حاجه تاني، تقل خالص اهو معايا، بدأ يعمل الفقاقيع بتاعته دي كده تمام. بقى بعد ما شلته من على النار لحد ما تلاقيه بقى بيطلع فقاقيع كده، هنبدأ بقى نفضيه في طبق واسع. لازم طبق واسع عشان يبرد معاكي بسرعه. اهو بس كده تمام. هنبدأ بقى نفرده كده في الطبق خالص، وتسيبيه ما يبرد تماما، مش يبقى دافي، لا يبرد خالص، ما يبقاش فيه ذرة دفى حتى، يعني يبقى ساقع. شايفين انا بفرده كده علشان يبرد بسرعة. دي الخطوة التانية. اهو طبعا هروح بقى اعمل اي حاجة في المطبخ على بال ما هو يبرد خالص على اخر حاجة. كده رجعنا بقى النشا بتاعنا، بصوا يا جماعة عمل ازاي اهو.
برد تماما على الاخر. طلعي كده بتلاقي قطع كده مع بعض. هناخد بقى كل ده وهنجيب لو عندك هاند بلندر حلوه، لو عندك كبه ماشي، ما عندكيش ده ولا ده في الخلاط، ما عندكيش كبه، ما عندكيش هاند بلندر، حطي في شفشق الخلاط عادي جدا. انا عندي الهاند بلندر اهو. هنزل بقى بالنشا وبكل المقادير اللي احنا قلناها في الاول. تمام. ادي النشا بعد ما برد وتلج خالص خالص، ما فيهوش اي حاجه ساقعه اصلا. هنحط كله في الكب. تمام. كل المقادير على بعض. بس خلاص. ادى النشا وادى ربع الزيت وادي الزبادي. قلنا ده 1 2 3 3 معالق. باقي حبه صغنطتين خالص، تعملي بيهم بقى اي حاجه تانية، او ممكن تحطيهم يعني لو احتاجت تحطيهم. تمام. وده فص الثوم نقطعه بس صغنطوط كده عشان يبقى سهل ان هو يطحن يعني معاها. فص واحد بس. وادي الليمونه، تعصري الليمونه كامله. انا شايله البذر بس انا شايفه فيه بذرتين كده وقعوا عشان ما يطحنوش، بس يبقى طعمهم مر ولا حاجه. ده النص التاني في بذره برضو. الليمون مهم جدا جدا في التوميه. بذره تانيه. تمام. وده ال3 معالق خل. 1 2 ادي 3. وطبعا سنه ملح، لازم الملح ده عشان يظبط لك الطعم. وننزل بالهاند بلندر عليها كلها. زي ما قلت لك، ما عندكيش هاند بلندر، في الخلاط، في شفشق الخلاط عادي جدا. هقعد اضرب بقى كتير كده، مش عايزه اطول عليكم. هقفل لحد ما اضربها. تمام. بصوا يا جماعه، بتحتاج ضرب شويه طبعا لحد ما كله يختلط ببعضه. بس كده بقت تمام. خدوا بالكم البتاع ده عشان وانتي بشغاله ممكن تدوسي على الزرار غصب عنك لو انتي مثلا بتنضفيها او حاجه. فدايما اول ما تخلصي اول حاجه تعمليها تشيلي الفيشه. ده امان ليكي جدا. عايزه بقى اوريكم السمك عامل ازاي. الاسباتيولا دي مينفعش تبقاش في البيت. بصوا بصراحه عمليه جدا جدا. بصي تنضف لك كل حاجه في لحظه، لفه كده بس جايبه الهاند بلندر كله اهو. خلاص تشيل دي بقى ونجيب العلبه اللي هنحط. مش هوريكم بقى الكميه اللي هي طلعتها قد ايه. ادي العلبه شايفين. بصوا انا عايزه اقرب. بصوا السمك، بصوا السمك. ده السمك اللي احنا عاوزينه. ما شاء الله اللهم بارك. العلبه هتتملي. هقربه لكم دلوقتي ما تقلقوش. بس بقى اجيب كل اللي في الحله بتاع الهاند بلندر دي او في الشفشق ده اهو. تمام. بصوا بقى السمك، شايفين العلبه قد ايه اتملت؟
شايفين الكميه قد ايه؟ يمكن هي كمان الكاميرا مش مبينه لكم حجم العلبه، بس شايفين لونها ده بيفضل كده لحد اخر قطعه، لحد اخر معلقه، بيفضل نفس اللون الابيض الجميل التحفه ده. والطعم مش عايزه اقول لكم، يعني الطعم فعلا 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 حكايه. احلى من اي طحينه، احلى من اي مصممه انها طحينه، احلى من اي توميه دقتوها في الدنيا، واحلى من المحلات والله، واحلى بكتير من اي حاجه. بصوا كده انا هعمل تيست بالمعلقه، بس ايه، طبعا انا عشان حافظه المقادير مجرباها كذا مره فما دقتش وانا بعمل، لكن وانت بتعمليها وانت بتضربي لازم تدوقي الطعم وتحسي ناقصه ايه. الله، نفسي تدوق معايا والله، نفسي تدوق معايا. وانت بتعملي بقى المفروض بتدوقي، تحسي ناقصه ملح، ناقصه خل، ناقصه ليمون، انت من الطعم، ولما تدوقي انت هتعرفي هي مظبوطه ولا مش مظبوطه. تمام. ده كده الطحينه برضو لا، ما فيها حاجه مش مظبوطه النهارده. ادي التوميه بتاعتنا جاهزه، جربوها، واللي تجربها وتلاقي النتيجه جميله وتعجبها تكتب لي في الكومنت، ولايك بقى للفيديو، ما تنسوش اللايك. والى اللقاء في فيديو قادم، باي باي.